الراجل ورد صندوق برونزي بعد ما أهله توفوا، بس اكتشف إن الصندوق مش بيفتح، فقام شال السلسلة اللي في رقبته وحطها فوق الصندوق. في اللحظة دي الصندوق اتفتح، وفي نفس الوقت في عالم تاني من 2000 سنة كان في صندوق شبهه بالظبط. واحدة ست كانت مصابة وبتغير هدومها، فرمت هدومها جوه الصندوق من غير ما تاخد بالها. لما الراجل فتح الصندوق عنده اتصدم، مش قادر يفهم ليه أهله سابوا له حتة هدوم ست، ما كانوش سابوا له حاجة أغلى من كده. رمى الهدوم بإحباط، بس بعدها حس إن الصندوق نفسه ممكن يكون ليه قيمة. ولما شمه لقى ريحته وحشة، فجاب مطهر وبدأ ينظفه، وفجأة اضطر يسيب الأوضة. المطهر اللي كان جوه الصندوق بدأ ينور وفجأة اختفى. في العالم التاني الست كانت محتاجة تغير وخايفين يحصلها تلوث، وفجأة نور ذهبي خرج من الصندوق والمساعدة بتاعتها سحبت منه زجاجة. لما شافوها لقوا إنها زجاجة مطهر، وقتها فهموا إن الصندوق ده مش عادي، فقررت الست تدعي إنهم يبعتوا لها أكل. في نفس اللحظة الراجل رجع ومعاه شوية برجر، بس لاحظ إن المطهر اختفى، فحط البرجر جوه الصندوق وبدأ يدور على المطهر. في الوقت ده البرجر كان وصل للست. لما دقت لقمتين لقيته طعمه يجنن، وشكروا على الأكل اللي بعتوه، بس الجيش بتاعها لسه بيعاني من الجوع، فدعت تاني علشان الأكل. على الناحية التانية الراجل لاحظ إن البرجر اختفى، اتعصب وبدأ يجرب الصندوق عايز يشوف هل فعلا بياخد الأكل. رمى شوية تفاح وبعدها كل التسالي اللي عنده، وفي الآخر شبك خرطوم مية وبدأ يفضي المية جوه الصندوق. كل الأكل وصل للست، والمية ابتدت تطلع من الصندوق عندهم زي النافورة.